قدمت له زوجته طبق العشاء وكان مغطى، فلما فتح الغطاء لم يجد شيئا يؤكل، إنما وجد شيئا آخر. هذا هو القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. كان رجلا شديد الفقر ومن أسرة فقيرة، وكان شديد الإقبال على العلم. كان قلبه قد أشرب حب العلم، حتى أنه كان مقصرا كثيرا في أهل بيته، فكان يذهب إلى درس أبي حنيفة وينشغل بالكتب والدفاتر والأوراق طوال النهار. وكانت زوجته المسكينة تبحث عن الطعام من هنا أو هناك للعشاء، فإذا جاء في المساء وجد العشاء، لكن طال عليها العهد وتعبت من هذا الحال. فلما كان يوم من الأيام وجاء جائعا يريد العشاء، لم تضع له أكلا، إنما وضعت أوراق أو دفاتر في طبق الطعام. فلما جاء قدمت له هذا الطبق، فلما كشف الغطاء وجد الدفاتر والأوراق. فقال: ما هذا؟ قالت: هذا الذي تنشغل به في النهار كل به في الليل. يعني كأنها تقول: خلوا ينفعك. فحزن ونام تلك الليلة جائعا، وأثر في هذا الموقف كثيرا. فلما كان من الغد لم يحضر درس أبي حنيفة، لكن أبا حنيفة تفقد هذا الطالب وسأل عنه، لأنه كان يرى في أبي يوسف حرص ونجابة وذكاء. فقال أبو يوسف: يا شيخي يا أبا حنيفة، هذه القصة التي حصلت مع زوجتي. أنا تعشيت تلك الليلة أوراق ودفاتر. فوقف أبو حنيفة هنا موقف عظيم. لم يكتفي بالسؤال عن تلميذه وتفقده، لكنه قال: أنا أكفيك، لا تترك العلم وأنا أكفيك بإذن الله، وسوف يفتح الله عليك. بمعنى كلامه. والعهدة في هذه القصة على التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة. هذه خلاصة القصة، والقصص الفائدة منها العبرة وليس مجرد روايتها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومما يستفاد من هذا، أولا بالنسبة لموقف أبي يوسف مع زوجه، لا شك أنه يستفاد منه أن الإنسان لا ينبغي له أن يقصر مع أهل بيته. الأمر الثاني، موقف أبي حنيفة كان سببا عظيما في استمرار أبي يوسف في العلم، حتى صار قاضي القضاة في بلده وفي زمنه، وفتح الله عليه في الدنيا فيما بعد. لكن المهم أنه فتح عليه في العلم أيضا. حتى الإمام أحمد يقول: أول ما بدأت كتابة الحديث كتبت عن أبي يوسف. وكان أبو يوسف أميل إلى الحديث من أبي حنيفة ومحمد. وكان كثير من العلماء يسأل طلابه ويتفقدهم ويساعدهم بما استطاع من مال أو رأي أو مشورة أو أي أمر مما يستطيعه. ومما أذكر في هذا قول ابن جماعة أو ابن جماعة، الله أعلم بضبط اسمه: كنا إذا رأينا في الصبي نباهة ألقينا عليه شباكنا فلا نخرجه إلا عالما.